الفيلم اخوتي كيبدا مع البطله ديالنا رودلي اللي دابها اليوت معاه في السفر لكندا. اليوت خدام كمحامي عند عائله غنيه بزاف، عندهم بزاف ديال الفلوس، والاب ديالهم سميتو اوديل. سافر عنده هذا النهار حيت مريض بالسرطان، وبغى اليوت يعاونو يقسم الورث ما بين مرته وولدو، وجاب معاه حتى بنته باش تخرج من الجو الكئيب حيت الام ديالها يلاه ماتت غير مؤخرا. ولكن القضيه غاديه تكون صعيبه على اليوت حيت البنت مازال مراهقه. الموت ديال الام ديالها مخلي فيها اثارات كبيره. الثنائي ديالنا ملي نزلوا من الطياره كراو طوموبيل من المطار، مشاو قاصدين مباشره للدار ديال اوديل. الدار ديالو كاينه وسط الغابه، شعلي كبير ساكن فيه كيتسنى القدر ديالو. اليوت ما عارفش الطريق وعيط على المساعد ديالو باش تعاونو، ولكن التليفون تقطع بشكل مفاجئ، وحتى الاجهزه اللي كانوا معاهم في الطوموبيل ما بقاوش خدامين. وغنعرفوا السبب من بعد في الاحداث اللي جايه. في نفس الوقت اليوت توتر شويه وتغاضب على ريدلي وقال لها تسكت تخليه يركز في الطريق. من بعد غيبداو يبانوا لينا مخلوقات عجيبه على شكل خيول في الغابه. هادو مخلوقات عايشين في كهف مخفي ومستحيل يكتشفهم بنادم. مرجعوا الجوج اللي مازالين في طريقهم وسط الغابه. اليوت كان كيهضر مع بنته باش يحاول يخرجها من الجو الكئيب، طلب منها تضحك وتشوف الجمال ديال الطبيعه، ولكن هي بقات مقلقه حيت كانت عارفه بلي السفر ماشي للعطله ولكن للخدمه. خونا بقى غادي كان مركز في الطريق حتى دخل بالغلط في داك المخلوق اللي على شكل حصان. الحمد لله الثنائي ديالنا خرجوا سالمين، ولكن المخلوق بقى طايح في الارض. نزلوا يشوفوه هما خايفين، ملي قربوا اكتشفوا انه ماشي حيوان عادي، هذا يونيكورن. ريدلي تاثرت حيت شافته مضروب وكان القرن ديالو كيشعل بالنور، ما حساتش براسها حتى لمسات القرن ديالو. وبداو كيجوها من بعد مناظر غريبه. جات في بالها الام ديالها وبغات تبكي، ولكن تصدمات منين شافت باها كيسالي عليه بحديده. قال لها خاصهم يتخلصوا منه باش ما يبقاش يتعذب. داروا في الطوموبيل وكملوا به الطريق حتى لدار اوديل. الدار كانت في وسط الجبال والغابه والوحده فيها مطلقه. الخدامه كانت كتسناهم حدا الباب، دخلاتهم بلا ما تشوف الجثه ديال اليونيكورن. قبلاتهم مراته وولدو بيلاندا وشيبيرد، وتمو قاصدين مباشره للمكتب ديال اوديل. او السيد مريض وتنتظر الموت. اللي كان البال ديالها مازال مشغول بالمخلوق اللي قتلوه. بقات ساكته حتى سولوها مالها. شيبيرد لاحظ الحبوب اللي في وجهها ومشات تغسلهم في الطواليت. اليوت بقى جالس مع العائله باش يهضروا على الورث. في نفس الوقت الخدامه كانت كتراقب من الشرجم وشافت المخلوق كيتركل في الطوموبيل. نرجعوا لريدلي اللي باقا حدا المرايه كتحاول تمسح الدم اللي على وجهها. الغريب في الامر ان الدم البنفسجي حيد ليها الحبوب، وهذا دليل على ان الدم ديال اليونيكورن فيه قوه علاجيه. حتى اليوت اللي كان عنده مشكل في العينين ولا كيشوف مزيان، رجع كيشرح للعائله شنو غادي يورثوا من بعد. وكان باين باللي اوديل باغي يخلي الشركه ديال الادويه لاليوت حيت مراته وولدو باقيين ما قادينش على الخدمه. ريدلي كانت مازال باقا في الطواليت، شافت القرن ديال اليونيكورن كيشعل بالضوء، فهمت باللي المخلوق مازال باقي حي وفيه الروح. مشات مباشره عند باها تشرح ليه شنو واقع. قالت ليه يدفنوه حيت المخلوق كيسبب ليها الدوخه والصداع. اليوت قال ليها تصبر حتى يطيح الليل باش ما يشوفوهمش الخدامه ديال اوديل. في نفس الوقت المخلوق كان باقي حي وتيخبط في الطوموبيل. شيبيرد الخدامه سمعوه وخرجوا يشوفوا شنو واقع. بان لهم المخلوق كيهرس الزاج، يغوت وتيحاول يهرب من تما، لكن للاسف الخدامه ما عطلاتوش وضرباتو بقرطاس للراس. تجمعوا عليه من بعد باش يعرفوا شنو ماهيه هذا المخلوق. اللي شرحت لهم انه يونيكورن مخلوق خرافي، وشرحت لهم انه داوها بالدم البنفسجي ديالو. اليوت حتى هو بدا كيفكر وعرف باللي نفس الدم اللي طار ليه على وجهه هو نفسه اللي داوا ليه عينيه. فهموا في ديك اللحظه ان الدم ديال المخلوق كيعالج بزاف ديال الحوايج. وديل قرر يجربوا على راسو يشوف حتى هو واش غادي يبرى من السرطان. طبعا مباشره عيط للطبيب ديالو باش يجي يدير التجارب، وهذا الشيء كيعني انهم باغيين يستغلوا هذا المخلوق. ريدلي قالت لباها خاصهم يهربوا من تما حيت حاسه باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. وفعلا الاحساس ديالها كان صحيح حيت اليوت وشيبورد كانوا كيهضروا حتى سمعوا اصوات غريبه، وبان لهم الضوء بنفسجي شاعل في السماء، ولكن ما تسوقوش للبلان. ريدلي في ذاك الوقت كانت كتشوف تصاور امها القدام، حتى بانت ليها واحد لوحه قديمه ديال يونيكورن في شي معرض زاروه هما بجوج. مباشره ناضت بحثت في الانترنت ولقات قصه قديمه ديال الملك صاد اليونيكورن. منين جابوه جاو والديه وقتلوا الملك والناس ديالو، خداو ولدهم ورجعوا للكهف. طبعا ريدلي ملي شافت هادشي تخلعات حيت فهمات ان نفس الشيء غادي يطرى ليهم. حتى الكوابيس في الليل ما خلاوهاش تنعس، وفي الصباح جاو الاطباء باش يشوفوا ياك ما تصابوا بشي حاجه هي وباها. داروا التحاليل وتاكدوا ان الدم فعلا فيه علاج. ريدلي قالت لباها انهم خاصهم يهربوا من تما، ولكن ما بغاش يسمع ليها. كان مركز كيسمع النتائج من عند الطبيب الاول اكد لهم بلي الماده قاتله للسرطان. من بعد جات واحد الطبيبه سميتها باطيه وقالت لهم بلي القرن باقي حي، وطبعا ما ضيعوش الوقت. وفي البلاصه حقنوا اوديل بعينه من القرن، وكل شيء بقى كيتسنى يشوفوا واش غادي يتشافى. في جهه اخرى ريدلي خرجت للغابه تشم شويه ديال الهواء، ولكن سمعت شي غوات ورجعت كتجري تخبى في الشالي. الحاله ديال اوديل بدات تتحسن بسرعه. شكر اليوت وقال لي راه غادي يكون شريك في الشركه. فهمنا من كلامه انه ناويين يبيعوا الماده للعالم كامل. بيرلندا قالت ليه يرتاح، ولكن الريحه ديال الطمع كانت طاغيه بزاف. ريدلي كانت مازال كتقلب على المعلومات على اليونيكورن. شيبيرد دخل عليها وقال ليها دير لي بحث كامل، بغى يعرف منين جاو فين كيتخباو. طلب من كريف يجيب طبيعه كبيره باش تساعد ريدلي باش تطبع التقرير كامل. هاد اللحظه شيبيرد تفاجئ باللي با واقف على رجليه. السيد ولا شاب وما بقاش مريض، كاع امراضو مشاو. ناضوا الاطباء داروا التحاليل على الدم ولقاوه فعلا تيشافي. ودير فرح بزاف حيت شافه ولا صحيح، وناوي
من دابا يزيد في الثروه ديالو. طلب من اطباء يديروا استنساخ للماده، ولكن الطبيب قال ليه باللي ما يمكنش يصاوبوها في المختبر حيت هاد الماده كاينه غير في الكائن والكميه جد محدوده. مراتو بيلاندا اقترحت عليه ياخذوا الجثه للمختبر يستخرجوا كل قطره من المخلوق. وديل عجباتو الفكره ديال مراتو، وفي البلاصه بدا كيهضر مع الاثرياء باش يشروها. ريدلي بطبيعه الحال كانت غير واقفه وما فهمت حتى لعبه. خرجت الاوراق وقالت لهم يرجعوا الجثه للغابه حيت الا بقاو هكا غادي يجيو والديه وينتقموا. قالت لهم شنو وقع في القصص القديمه، ولكن حتى بوها ما تيقهاش. اليوت تحمس وبدا تيحسب في الارباح. ريدلي ما قدرتش تقنعهم ومشات جلسات في الطوموبيل. حتى واحد شويه بانت ليها السما كلها ولات بنفسجيه. في هاد اللحظه الاطباء بداو كيصيفطوا الجثه للمختبر فوق البياص باش من طبيعه الحال يستخرجوا من هذيك الماده الشافيه. لكن الغريب ان الاجهزه خسروا لهم كاملين والضو طفى لهم دقه وحده. ريدلي فهمت ان السبب هو حضور الوالدين ديال اليونيكورن، وفعلا الوالدين ديال المخلوق الصغير كانوا وصلوا للشالي، واول ضحيه كان هو الطبيب اللي طعنوه في صدره. بيلاندا كانت كتحاول تحافظ على الجثه، وفعلا ولدها جر اليونيكورن الصغير بالبياص ودخلوا معاه للدار. الخدامه بدات تتيري ولكن المخلوقات كانوا اقوى. ريدلي وبا في عالم موازي كانوا مخبيين وشافوا كل شيء كيتقتل قدامهم. المخلوق الكبير كان غادي يقتلهم حتى هما، ولكن ريدلي ما خافتش وهربت كتجري للدار وسدت عليها الباب. منين شافها المخلوق الكبير في عينيها مباشره تكالما وعرف انها مسالمه. كانت غادي تقيس ليه القرن ديالو، ولكن المساعده ديال اوديل دخلت في اللحظه الغلط وتيرات فيه. ولكن المخلوق قدر ينجب اعجوبه، ومن الغوات ديال المخلوق تفهموا باللي اكيد غادي يرجع مره اخرى. المجموعه اخيرا صدقت الكلام ديال ريدلي، قالت لهم ان الحل الوحيد هو يرجعوا الجثه للغابه حيت الا ما داروهاش المخلوق غادي يرجع عاوتاني. باطيه وافقت، ولكن العائله عاد ما زادوا طمعوا ديال بصح. بغاو يصيدوا حتى اليونيكورن الكبير ويستغلوه باش يستخرجوا منه حتى هو ديك الماده الشافيه. اليوت حتى هو اضطر يدخل معاهم في الخطه باش يعطوا حقه من الهمزه. كما كتشوف المجموعه وجدوا الاسلحه ومباشره كيقصدوا الغابه باش يصيدوا اليونيكورن الكبير. البطله ديالنا دارت الجهد ديالها باش تحضر بها من خطوره الموقف، ولكن خونا كان خاصو يمشي مع اوديل وخدامته باش يقسموا مع الغنيمه اللي غادي يجنوا من الماده الشافيه. اللي بقاو من الفرقه دخلوا يتخبوا في الدار. الباطيه اللي مازال مصدومه من المنظر اللي شاف جا عندها شي برود طلب منها تمشي تقطع القرن ديال اليونيكورن من الجثه باش يكملوا البحث وما يضيعوش تضحياتهم في الخاوي. وفعلا مشات وقطعته قدام العينين ديال ريدلي. وفي نفس الوقت اوديل واليوت الخدامه ديالو مازال كيقلبوا على المخلوق في الغابه. نرجعوا للبطله ديالنا اللي كانت كتسنى بها في الطوموبيل، وفجاه شفت السما كلها ولات بنفسجيه. فهمت ان اليونيكورن الكبير هو اللي خرج من الكهف، وفعلا خرج بدا كيهجم على فرقه اوديل اللي باغيين يشدوه. بدا كيطير فيهم واحد بواحد حتى بقى غير اوديل واليوت وطاروا راجعين للدار. وفي نفس الوقت الطبيبه قدرت تقطع القرن يطلب منها شي بور، وهذا الشيء زاد زعزع الوالدين ديال المخلوق اللي تبع اوديل واليوت للدار وحصرهم في واحد الزاويه. شيبان يحاول يهدنهم ويسيطر على الوضع، ولكن ما قدش وصفوا ليه بقتله عالميه قدام اعين المجموعه كامله اللي كل يسد عليهم الباب قبل ما يصفيوها لهم حتى هما. من بعد البطله ديالنا قدرت تقنعهم باش يخرجوا المخلوق الصغير للغابه، ولكن خاصهم يفتحوا الباب الكبير ديال الشالي، الباب اللي خدام بالضوء، ودابا خاصهم يحلوه بيديهم. بيلاندا كلفات كري بهاد المهمه، وكلفات حتى باطيه تخرج اليونيكورن الصغير لعائلته. اما هي وولدها مشاو يتخباو في الطوموبيل. الطبيبه دارت القرن في القرعه وربطوا المخلوق في الباياص، غير وجدوا راسهم وخرجوا يحاولوا يفتحوا الباب الكبير. في نفس الوقت خرجت الطبيبه المخلوق الصغير لعائلته اللي كيتسناو في الساحه. اما البطله وباها خرجوا مع بيلاندا وولدها باش يوجدوا الطوموبيل اللي غادي يهربوا بها. كري في ديك الوقت شاف المخلوقات كيقربوا من الجثه ديال ولدهم ومشى كيجري باش يحل الباب ويهربوا. المخلوقات تفاجئوا ملي شافوا ولدهم ميت، بغاو ينتقموا من باطيه اللي كانت كتجري تهرب من الباب الكبير. بداو كيلعبوا بها وصفاوها ليها حتى هي بوحشيه. كري كان هو الوحيد اللي قدر يهرب من داك الجحيم، اما باقي المجموعه فرجعوا يتخباو في الدار. حتى اليوت اللي طلع ليه هادشي في راسو وقرر يخرج من الخدمه. طلب من بنته تهرب للطوموبيل باش يهربوا بوحدهم، لكن المخلوقات بداو كيفرعوا في الباب ديال الدار حتى دخلوا عندهم على غفله. بيلاندا وولدها هربوا كيجريو ناحيه الباب اللوراني، اما ريدلي وباها فطلعوا في الدروج اللي الفوق. الا رجعنا عند بيلاندا وولدها غادي نلقاوهم لقاو الباب مسدود وخرج ليهم حتى هما اليونيكورن الثاني. اما اليونيكورن الاول فكان باقي مع الثلاثي اللي طالعين الفوقي، لكن قدروا يتخباو في واحد البيت. ريدلي ما كانتش فاهمه علاش باغيين يقتلوه وهي معروفه باللي ماشي خطيره، حتى وراها با القرن ديال اليونيكورن اللي كان سرقو من القرعه. راجل في ديك اللحظه اعترف بالخطا اللي دار وقال لها انه دار هادشي باش يصاوب ليها المستقبل ديالها، كان باغي يضمن لها حياه كريمه بلا ما تخص من حتى شي حاجه. لكن الامور خرجت عن السيطره. طلب منها تسامحو ووعد يخرجها من ديك البلاصه. البطله ديالنا قبلت الاعتذار ديالو، وفي نفس الوقت شيبورد مشى باش ياخذ القرعه ديال الزاج ويهرب مع عمو، ولكن تفاجئ ملي لقاها خاويه. فهم ان اللي خداه هو اليوت اللي مخبي في الطاج الفوقاني، وقال لمو انهم ما غاديش يهربوا حتى يردوها، لكن خاصهم يهربوا بعدا من المخلوق الثاني، المخلوق اللي ضرب بيلاندا بقرن وصفها ليها حتى هي بقتله كارثيه. ولدها حاول يضربه بالقوس باش ينقذ مو، ولكن للاسف كان فات الفوت. طلع للطاج الفوقاني باش يلحق على اليوت وبنته. اليوت طلب من ريدلي تهرب للطوموبيل وهو غادي يتكلف بالمخلوق، لكن قدر يهرب منه باشق الانفس من الكولوار. اما
بنته فنقزت من البالكون ومشات نيشان للطوموبيل، لكن شيبيرد وقف ليها في الطريق وهددها بالقتل الا الا رجعت ليه القرن ديال المخلوق، والقرن كان باقي عند اليوت اللي كان تيجري من اليونيكورن. نرجعوا لشيبيرد اللي جلس البطله ديالنا في الساحه وتخبى حدا المخلوق الصغير كيتسنى والديه يوصلوا. الدري كان طماع وباغي يصيدهم بجوج باش يستغلهم، وكان ناوي يستعمل البطله ديالنا كطون. الخطه ديالو فعلا خدمات، وصل للمخلوق الثاني اللي كان في الدار، لكن الغريب انه تكا حدا رودي اللي عرفها ما كتمثلش عليه حتى شي خطر. شيبيرد استغل الفرصه وربط المخلوق بالحبل، وبدات البطله كترجاه يخليها تمشي في حالها. تبان ليها بوها اللي كان اخيرا سيطر على الوضع وقدر يجيب معاه اليونيكورن الثاني. جاو بجوج باش يصفيوها لشيبيرد وينقذوا ريدلي. المخلوق الثاني تكا حتى هو حدا البطاله، لكن اليوت ما خلاش يستغلهم وطعنوا بالقرن اللي كان شاد في يدو. وللاسف الدري رد عليه الطعنه وطعنوه حتى هو بالرمح وخلاه كيموت قدام بنته في الساحه. لكن في ذاك الوقت المخلوقات فكوا الحبل وصفاوها ليه حتى هو وخربقوا ليه الكارطون مات. للاسف اليوت كان كيموت قدام بنته اللي ما قدرت دير ليه والو، لكن فجاه جروه المخلوقات حدا ولدهم وقدروا انهم يداووا ليه الجروح بطريقه عجيبه. وفاق اليونيكورن الصغير حتى هو وهربوا كلهم مجموعين للغابه. اما الثنائي ديالنا فما قدروش يستوعبوا داكشي اللي وقع ليهم، بقاو مصدومين حتى وصل كريم مع البوليس اللي شافوا الجثه ديال شيبيرد في الارض ولصقوا ليهم هاد التهمه لاليوت وبنته. طبعا ما تيقوش الخرافه ديال اليونيكورن، حتى دورت البوليسيه وجهها ملي كانوا غاديين وبانوا ليها المخلوقات كيجروا تابعينها. طبعا المخلوقات رجعوا يعاونوا الابطال ديالنا. اليوت وبا عرفوا باللي غادي يقلبوا الطوموبيل، داكشي علاش قال لبنته دير الصمته، وفي الاخير قلبوا ليهم الطوموبيل وعاونوهم يهربوا من البوليس.